في الحلقة الفايتة هضرنا على الراجل اللي ما بقاش كيدير مجهود وعطى صورة لمرتو على راسو وعلى الحياة اللي غادي يعيشو وغير استقر وقال ليها نوضي على سلامتك وهو يصدمها بالأمر الواقع. كيف قلنا هذا واحد من الأسباب اللي معروفين اللي كيخليو المرأة تمشي وتنهي العلاقة، وهذا السبب ما محتاجش تفكر فيه بزاف باش تعرف. لكن كاين سبب واحد آخر اللي غيخربقك شوية، هذا خصك ليه شوية ديال التفكير ووقت طويل باش تعرفه، لكن بشرط أنك تكون كتمعن في الأمور. وإلا ما كنتيش كتدور الحوايج في راسك تقدر تعيش حياتك كاملة وما يطيحش عليك وما تعرفوش. الصعوبة ديالو هو الراجل كيكون كيدير كل شيء هو هذاك، راد ليها البال ماديا جسديا عاطفيا اللي بغيتي، وما كيخسرش ليها خاطرها واللي حلات عليها فما كتحضر، لكن في الاخر كتمشي وتخليه. والراجل غادي يحماق ويتسطى ما كيفهمش اشنو طرا، كيقول لك واش خصني دابا انا حتى نكون خايب عاد باش تبقى معايا؟ راه هادشي اللي باقي ليا ما درتش. اول حاجه خصك تفهمها، المراه كتقلب على راجل اللي غيكون سند ليها، سند اللي واقف على الصح بحال شي حيط اللي واخا تجي تدفعو حتى تعيا ما خصوش يطيح وما خصوش يتحرك، واحد الحيط اللي تقدر تخبى موراه واللي غيحميها ويكالي عليها الصهد ديال الحياه. وخصو يعول انها مره غتنوض دفعو باش تشوف واش شاد في راسو واش هاد الحيط هذا صحيح ولا راشي. مثلا تخلق شي مشكل من والو ولا تقول ليه شي حاجه اللي كتعارض مع داكشي اللي كيامن به باش تشوف رده الفعل ديالو. الا شد في راسو وبقى ثابت على القناعات ديالو كتقول في اللاوعي ديالها صافي الامور مضبوطه، وكترجع لبلاصتها وهي فرحانه وكتغني وكترخى وكتنعس وعارفه بلي تقدر تغمض عينيها وتيق بلي ما محتاجاش تفكر. الى الحياه سلطات عليهم شي مشكل عارفه راجلها فران وقاد بحومه. لكن الى جات دفعاتو وحسات بلي بدا كيتزعزع ولا طاح، هنا كيبدا كيدخلها الشك وكتحس بلي ما بقاتش قادره تخبى موراه. وما غيدوش بزاف ديال الوقت حتى تقول ليه ما بقيتش كنرتاح معاك ولا ديك السبارك اللي كنت كنحس بها في الاول ما بقاتش. والترجمه د هذا الشيء راك ما واقفش على الصحه واستاذ. ملي فهمنا دابا هذا الشيء وفهمنا ان المراه خصها تحس بلي راك ضابط الامور وباللي قادر تحميها، غنشرح ليك شنو طرا بالضبط في الحاله ديالك. الا كنتي راجل درتي كل شيء مع مرتك ودرتي كل شيء على حقه وطريقه واخا هكاك مشات وخلاتك. الا شدينا الطريقه اللي كنتي كتعامل بها وحطيناها تحت المجهر غنلقاو باللي في الغالب ما كنتيش كتقول لا لمرتك. نقدروا نسميوك مسترياس، كتقول غير وما عندكش لا في القاموس ديالك. بغات تخرج مع صحاباتها ولا صحابها ولا تمشي لدارهم وي سيري ما كاينش مشكل. بغات تشري فراش جديد كل شهر اللي بغيتي نديروه، المهم هو انت تبقاي على خاطرك. تقلقات من شي حاجه اللي درتيها نتايا على مصلحه الكوبل ديالكم كتنوض كتطلب منها السماحه وكتقول ليها ما بقيتش نعاود، ونبقاو غاديين بنفس السيناريو. المهم هو ما تخسرش ليها خاطرها واخا انت ما متفقش مع داكشي اللي كيدار. الهدف الوحيد اللي مركز عليه هو هي خصها تبقى مرتاح وغادي بالفكره ديال ايزي جوين والشريك اللي كيسهل الامور وكتامن بالكونسيبت ديال هابي وايف هابي لايف. وعند بالك هذه هي الطريقه المثاليه، والراجل خص يدعم مرته في اي حاجه بغاتها. وبين قوسين واش خصك تدعم مرتك؟ وي بطبيعه الحال. واش خصك تشد ليها خاطرها؟ بيان سور. لكن المشكل والغلط اللي كطيح فيه هو كتقول على كل شيء وبلا ما تفكر وما عندكش فكره على شنو كدير وما كتشوفش راسك مسؤول على العلاقه راه دايره بحال شي سفينه والراجل خص يكون القبطان ديالها. انت بالضبط ما حاطش راسك في هذا المنصب هذا، ما عارف لا الوجهه اللي غاديين فيها شنو هو القانون الداخلي، ما كتحضي واش شي حد غيهجم عليكم واش شي حد كيغرق وخصنا نعتقوه. انت غير راكب ودير بحال شي توريست. ومرتك اللي معوله عليك تحميها وتقول لها فين غاديين وشنو خص يدار وشنو ما خص يدار، كدور عندك وتشوف فيك كتلقاك انت اكثر منها، غير كتجري فوق داك الباطو وتابعها وكتنشي عليها ومركز غير مع هي واش مرتاحه واش عاجبها الحال. وتقدر هاد السفينه تكون كتغرق بسبب التصرفات ديالها، لكن انت ما كاينش في هذا العالم وما غاديش تقولها ليها اصلا حيت كتخاف تجبد الصداع وما عندكش الجرأه باش تواجهها. خصك تفهم بلي فاش كتصرف بهذه الطريقه هذه راك ما كتوفرش لمرتك الحمايه وما كتبقاش تشوفك السند اللي ممكن تتكى عليه وتخبى موراه، وبالتبعيه كتنفر منك وما كتبقاش باغياك. يعني راه انت اللي دفعتيها بيديك باش تنفر منك وما تبقاش تبغيك. وفاش كتمشي وتخليك خاصه من بعد ما كنتي كتعاملها بحال الملكه وموفر ليها كاع داكشي اللي بغات، كطيح في الغلط اللي كيطيحوا فيه عدد كبير ديال الرجال. كتحقد وكتولي تتعامل خايب وكتولي تامن بلي الراجل خاصو يتعامل خايب الا بغى يطفر مع مرته. وهذه ردة فعل متطرفه، لكن الا شفناها من المنظور ديال لا بسيكولوجي غادي تجينا عاديه. راه اللي حرقته العافيه كيولي يخاف من العافيه، واللي تلاقى معاه غيبقى يقول ليه العافيه راه ما مزياناش ورد بالك وعندك.
والحاجه اللي كتزيد تشجع الراجل يتعامل خايب هي من المنظور ديالو كيبان ليه باللي البنت كتبقى تابعه هذاك اللي مجرجرها وما كيديهاش فيها. وهنا عدد كبير ديال الرجال كيقرروا كيبداو كيتعاملوا خايب واخا ما عاجبهمش يتعاملوا خايب، لكن في نظرهم كيشوفوا باللي هي الوسيله الوحيده اللي كتصدق. دابا باش ما تطيحش في هذا الفخ هذا خاصك تفهم جوج ديال الحوايج مهمين. اول حاجه، المراه فاش كتنجذب للراجل خايب راه ما كتنجذبش ليه حيت هو خايب، لكن حيت كيخليها تحس معاه بالامان وباللي قادر يحميها، عكس الراجل اللي كيكون ظريف وما عندوش شخصيه، اللي غير تابعها في ريها واللي بغاتها كيديرها بلا ما يفكر واللي كيبين ليها بلي ما قادرش يحميها. وتاني حاجه، راك ما محتاج تعامل بطريقه خايبه مع مرتك باش تبقى معاك. مرتك راه ما باغياكش تكون خايب ولا عنيف، مرتك محتاجاك تكون صارم فقط وتحس بلي راك سند اللي تقدر تتكى عليه، محتاجه تثيق فيك وتسلم ليك زمام الامور، محتاجاك تلبي ليها الرغبه الغريزيه ديالها للحمايه، تكون راجل اللي عنده الاراء الخاصه ديالو، راجل اللي قادر يقول لا باش لا هي اللي كتكون الجواب اللي خص يتقال واخا ما يعجبهاش الحال. دابا هضرنا على جوج ديال الاسباب اللي كيخليو المراه تنهي العلاقه وتمشي في حالاتها. الحلقه اللي فاتت هضرنا على الراجل اللي كيعطيها نسخه على راسو وعلى الحياه اللي غادي تعيشو لكن كيتبدل من بعد. ودابا الراجل اللي بقى كيف ما هو لكن ما واقفش على الصح وما كيعطيهاش فرصه باش تشوفوا داك السند اللي يقدر يحميها واللي تقدر تثيق فيه وتخبى موراه. في الحلقه الجايه غادي ندويو على اخر مشكل كيخليها تمشي وتخليك، يعني كتمشي وتخليك واخا انت راك راجل واقف على الصح وما تبدلتيش وبقيتي بحال النهار الاول اللي تلاقيتو فيه. المهم تسنى الحلقه الجايه باش تزيد توضح لك الصوره وتعرف اخر سبب اللي كيخليها تمشي وتخليك. وهذا ما كان سيادي. الى عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع اصحابك باش حتى هما يستافدوا ويتعرفوا على القناه، ولا كان عندك شي تساؤل خليه لي في التعليقات.